واخيرا القايمه الاولى في القناه اللي هتكلم فيها عن افضل الافلام الحربيه اللي انا شفتها حصريا ولاول مره، وانا مكبر الموضوع ليه. في الفيديو ده اخترت لكم اكتر من 15 فيلم اتكلموا عن الحرب، فانزل اعمل اللايك المتين عشان نوصل الفيديو 3000 لايك زي اخواته. ولو دي اول مره تشوفني ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه كده عشان تشوفني في المستقبل، هتنبسط. مش هقول لك اكتر من كده، وكفايه كلام بقى، ويلا بينا نخش على الفيلم رقم 12 من افضل افلام توم كروز، فيلم ذا لاست ساموراي. قصه الضابط ناثان اللي بيعيش حياه بائسه من بعد نهاية الحرب الأهلية في أمريكا، لكن بيوصل له عرض مغري لليابان عشان يدرب الجنود هناك بطرق جديدة في التدريب، لكن بيتعرض لهجوم من جماعة الساموراي. وهنا ما اقدرش اكمل لك قصة الفيلم عشان ما يكونش فيه أي حرق، لكن اللي اقدر أكده لك إن الفيلم هيسحبك في رحلة. الأعداء ممكن ما يبقوش أعداء، والحلفاء ممكن يكونوا هم الأعداء الحقيقيين. فيلم مدته بتوصل لساعتين ونص، إلا إنك لما تخلصه هتكتشف إنك ما ضيعتش وقتك، وهتقول لنفسك إزاي أنا ما شفتش الفيلم ده لحد دلوقتي. ونروح للفيلم رقم 11 من المخرج اللي كسب الأوسكار 3 مرات ورا بعض، وكفايه انه ترشح لاكتر من 31 جايزه. فيلم بلاتون للمخرج أوليفر ستون. طالب جامعي حبه لوطنه خلاه يتطوع مع الجيش في الحرب، لكن اول ما بيوصل بيكتشف ان هو حط نفسه في مكان مش مكانه. فيلم بيوصل لك مشاعر كتير مختلطه، وبيصحح لناس مفاهيم غلط عن الحرب. مع اني بصراحه مش من اكتر الناس اللي بتتابع افلام في حقبه قبل التسعينات، بس ده واحد من الافلام اللي اثروا فيا، وفعلا تجربه مشاهدته كانت مختلفه. فيلم عظيم بصراحه يستحق المشاهده. ونروح بقى للتوب 10، والفيلم رقم 10 من افضل الافلام من ناحيه التصوير في كل القايمه دي تقريبا، اذا ما كانش الافضل. فيلم 1917 او 1917. لو اتفرجت على الفيلم ده في شاشه كبيره انت مبدئيا كده معاهم في الحرب، مش ببالغ. انا يمكن حاطط الفيلم ده في التوب 10 بسبب السينماتوجرافي، اقل ما يقال عنها ان هي تحفه فنيه. من مشاهد بتوصف مصاعب الحرب لمشاهد هادئه بمؤثرات صوتيه بتنقلك فعليا لساحه الحرب. ومع ان اداء بطل الفيلم جورج ماكاي كان قوي، الا ان بالنسبه لي الفيلم نجح اكتر في الجوانب التقنيه. يعتبر نقله في فئه الافلام الحربيه من وجهه نظر. مهمه ل2 جنود بريطانيين عشان يوصلوا رساله في مهمه شبه مستحيله. هل نجحت او فشلت ده اللي انت هتعرفه لما تتفرج على الفيلم. ونروح للفيلم رقم 9 للممثل اللي بسبب دوره في الفيلم ده اترشح للاوسكار، وكسبها عن دوره في فيلم ذا بيانست، اللي بيحكي عن قصه حياه عازف البيانو البولندي فالديك سبيلمان في الحرب العالميه الثانيه، ومعاناته هو واسرته بسبب ديانته. كان في حصار من الالمان وكانوا بيقتلوا اي حد من الديانه دي على حسب وصف الفيلم، اللي بيقول ان هو قصه حقيقيه. يمكن تتفق او تختلف مع مضمون القصه، ولكن لو خدت الفيلم لوحده كقصه لشخص مضطهد في الحرب ففعلا الفيلم ده نجح. واكتر سبب لنجاحه هو الاداء الاسطوري لادريان برودي، يمكن ده افضل اداء في مسيرته كلها. وعامه الفيلم ده عامل اثاره جدل، ولكن ما تنكرش ان هو فيلم متقن فيه اخراج قوي، اداءات تمثيليه عظيمه. ما تستناش اي نهايه سعيده من الفيلم، لانه عباره عن ضياع وجوع وفقر. كان لازم يكون في القايمه بغض النظر بقى عن الاتفاق او الاختلاف مع القصه. ونخش على الفيلم في المركز الثامن. نقدر نقول ان هو ما عملش بروباجندا كبيره لما نزل، كونه فيلم حربي بيوصف فعلا مشاهد صعبه. فيلم كامان سي. الفيلم ده عشان اوصفه فهو شر لابد منه. في الحرب العالميه الثانيه تحديدا في بيلاروسيا، بطل الفيلم هو فلوريا اللي نفسه ينضم للمقاومه الشعبيه اللي بتحارب النازيين، لكن امه بترفض. بيسيب عيلته وبيروح، ولكن قائد المقاومه بيرفضه بسبب ضعف جسمه وقوته. ولما بيرجع لقريته تاني بيتفاجئ ان تم تصفيتها من الالمان. بيكون حدث مفاجاه بالنسبه له، بيدخله في تروما هتاثر عليه اكيد في باقي حياته. الفيلم بينقل مشاهد مش مناسبه بصراحه لكل الناس، ردود فعل على مشاهد بتعبير وش غير مريحه ابدا للشخصيات، بتوصل لك كميه الرعب والعنف اللي كانوا بيحصلوا في الحرب. فيلم حربي ما انصحش الكل يتفرج عليه، لانه فعلا ممكن يدخلك في مود سيء لفتره مش قصيره. ونوصل بقى للفيلم رقم 7 معانا في القائمه. الجندي الوحيد في الحرب اللي ما ضربش طلقه نار واحده، مسعف رافض يمسك سلاح في نص المعركه. الفيلم ده انا اتكلمت عنه كتير قبل كده، واحد من افضل الافلام اللي شفتها. عدته اكتر من مره وقريت القصه الحقيقيه للجندي ديزموند دوس، فاكيد مفيش قايمه للافلام الحربيه هتخلو من فيلم هاكسو ريدج. ونروح للفيلم رقم 6. هو مش اندر ريتد، بس انا بصراحه شايف ناس كتير بتظلمه. الفيلم الحربي لبراد بيت، فيوري، اللي بيحكي قصه مجموعه من الجنود بيرفضوا يسيبوا ساحه المعركه وينسحبوا، فبيقرروا ان هم يواجهوا الغاره المتجهه ليهم. بنشوف ملحمه مؤثره وبطوله جماعيه للجنود. الفيلم اتوقع ان اغلبكم اتفرج عليه، ولو لسه ما شفتهوش فانت فايتك كتير. فيلم مهم في مسيره براد بيت والممثلين اللي معاه، فيلم عظيم اكيد يستحق المشاهده. واخيرا وصلنا للتوب 5 افضل 5 افلام حربيه اتفرجت عليهم. بس قبل ما نقولهم في افلام عظيمه كده انا لازم اتكلم عنها، هي مش موجوده معانا في القايمه ومش تقليلا منها ابدا، بس هي افلام قويه من وجهه نظري ولازم نقول. فيلم دانكيرك لكريستوفر نولان، فيلم قوي وممتع كمان. فيلم داون فول من الافلام الحربيه اللي لازم اتكلم عنها. فيلم ذا
دير هانتر بطولة روبرت دينيرو. اجدد الافلام الحربية في القايمة هو فيلم All Quiet on the Western Front. فيلم ذا ثين ريد لاين بطولة جماعية واداءات تمثيلية قوية. واخيرا الفيلم اللي ترشح للاوسكار وكسبها سنة 2010 فيلم ذا هارت لوكر. ودلوقتي اخيرا هنروح للتوب 5. فاعمل لايك كده بسرعة للفيديو لو وصلت لحد هنا، ولو لسه مش مشترك في القناة فاشترك بسرعة عشان نلحق نوصل القناة 100,000 سبسكرايبر قبل نهاية السنة. الفيلم رقم 5 معانا واحد من اعظم الافلام الحربية في تاريخ السينما، للمخرج العظيم صاحب البصمة ستانلي كوبريك. لو ما شفتش الفيلم ده لواحد من اهم المخرجين في تاريخ السينما فانت لازم تشوفه حالا. فول ميتال جاكيت انتاج 1987. قصة الفيلم عن قوات المشاة البحرية الامريكية في حرب فيتنام، بنشوف تدريباتهم والمهمة اللي بيكلفوا بيها وقت الحرب. الفيلم مش مجرد فيلم حربي بس بيوصف التأثير النفسي اللي بيحصل للجنود وقت الحرب من قتال عنيف ودموي ومشاهد صعبة ممكن تمر بيها في حياتك. وكعادة ستانلي كوبريك لازم يكون فيه حس الكوميديا السوداء في افلامه. ما كانتش كتير فعلا بس الفيلم ده كان محتاج لها عشان يميزه عن اي فيلم حربي تاني. مش هكلمكم عن مشهد البداية اللي في الفيلم الا انه واحد من افضل بدايات الافلام اللي هتتفرج عليها. تحفة فنية وفيلم عظيم. لو لسه ما شفتوش يا صديقي فاحب اقول لك ان انت فايتك كتير. ونروح للفيلم صاحب المركز الرابع. اخيرا المخرج اللي قدم لنا واحد من اهم الافلام اذا لم يكن الاهم في تاريخ السينما، وانا هنا اكيد بتكلم عن مخرج فيلم جاد فاذر، فرانسيس فورد كوبولا صاحب ال5 اوسكار. قدم لنا الفيلم الحربي ابوكاليبس ناو بطولة مارلون براندو وروبرت دوفال وفرانسيس فورست ومارتن شين. مخرج الفيلم ده لما حاول يوصفه ما قالش ان هو بيتكلم عن حرب فيتنام، قال ان ده حرب فيتنام نفسها. فيلم متصنف من اهم الافلام الحربية، ولو لسه بتبدأ تتفرج على الافلام اللي بتتكلم عن الحروب فلازم يكون فيلم ابوكاليبس ناو من اولويات مشاهدتك. نروح للفيلم والمركز الثالث هو فيلم شندلرز ليست. ستيفن سبيلبرج كان عايز يعمل الفيلم ده قبل 10 سنين من وقت انتاج الفيلم سنة 1993، لكن اللي قدمه لنا هو فيلم اقرب للكمال السينمائي. فيلم هيقدم لك قصة باسلوب يعني مشاعرك مش بس هيأثر فيها. في اخر مشهد في الفيلم يعني انا اتأثرت وكل حاجة، بس لحظة كده استوعبت عبقرية المخرج ده. يمكن الفيلم ده هو اللي حببني في المخرج وخلاني بستنى له اغلب اعماله في المستقبل. واظن ان اغلب اللي بيتفرجوا على الفيديو اكيد شافوا الفيلم ده او حتى سمعوا عنه، فعايز اقول لك ان ده واحد من افضل الافلام الحربية اللي انت هتتفرج عليها. ووصلنا لاخر فيلمين معانا في القائمة. الفيلم في المركز الثاني اتكلمت عنه قبل كده في فيديو افضل افلام شفتها في حياتي. الفيديو نزلته من شهور ولو حابين تتفرجوا عليه هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. كان في افضل 20 فيلم اتفرجت عليهم، فمش عايز ابقى بعيد الكلام تاني. انا هنا بتكلم عن فيلم انجلوريوس باستردز. هو الفيلم ده يتوصف باخر مشهد فيه، وايوه تارانتينو حط الجمله دي تحديدا لان هو كان شايف ان الفيلم ده مع الوقت هيكون تحفه فنيه، وحصل فعلا. ويبقى في المركز الاول الفيلم الحربي الافضل من وجهه نظري، وما اعتقدش ان انا هشوف فيلم زيه قريب. فيلم سيفنج برايفت رايان او انقاذ الجندي رايان، اللي اخواته ماتوا في الحرب فبيتجه جنود في مهمه عشان ينقذوه ويرجعوه لاهله، لكن بيحصل عكس كده وبنشوف ملحمه حربيه. مع اني شفت الفيلم ده من زمان الا اني لسه فاكر تفاصيل لحد دلوقتي. وبكده مش باقي غير حاجه واحده في الفيديو، ان انت تقول لي افضل 3 افلام حربيه انت اتفرجت عليهم. مستني رايكم تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش. ولو وصلت لهنا احب اشكرك ان انت بتتفرج على الفيديو للاخر، لا بجد يعني شكرا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان ده فعلا بيفرق جدا وبيساعد. لو دي كانت اول مره تشوفني وحابب ان انت تشوفني تاني اشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان اول ما انزل فيديو يوصلك على طول. انا على اسماعيل نوناز موفي هاسلر. ما تنساش ان انت تعمل لي فولو على الانستجرام، بنزل هناك كل يوم فيديو تقريبا. لو عندك اي سؤال ابعت لي. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.